شو اسمك بنتي؟ ما تعرف اسمي؟ تبدأ أحداث قصتنا لليوم انتقال عائلة إلى بيت قديم في منطقة ريفية بعيدة عن المدينة بعد ما قرروا إنه يبدون حياة جديدة. العائلة أول ما وصلوا المنطقة بدأوا يستكشفون البيت. فأثناء ما كانوا يتجولون بالبيت لاحظوا بعض الشغلات الغريبة اللي أول مرة يشوفونها، مثلا يسمعون أصوات غريبة، يلاحظون بعض الشغلات قاعدة تتحرك. ويا مرور الوقت هذا الشيء بدأ يزداد يوم عن يوم. مرة من المرات وبنص الليل الأب كان يتمشى بالطابق الأرضي وبدأ يسمع صوت بالطابق العلوي الطابق الثاني، وشوية شوية الصوت بدأ يزداد. فقرر الأب إنه يصعد ويشيك على الوضع. فبدأ الأب يصعد الدرج بهدوء ويحاول إنه ما يطلع صوت. ولما وصل الأب بالطابق الثاني فجأة الصوت اختفى وكان كل شيء طبيعي. بدأ يفتر بالطابق الثاني ويشيك على الوضع. بعد ما خلص ولاحظ إنه ماكو أي شيء رجع ونزل للطابق الأرضي. وأيضا الأم بدأت تلاحظ على بعض الشغلات قاعدة تتحرك من مكانها وتظهر بمكان جديد وأماكن غير متوقعة. والأم والأب بدأوا يلاحظون على أطفالهم إنه دا يلعبون ويا أصدقاء خياليين، يسولفون ويضحكون ويلعبون وكأنه هذا الشيء حقيقي. طبعا الأطفال فعلا دا يشوفون الأصدقاء الخياليين، ولكن الأم والأب ما يشوفونهم. فمباشرة الأب قرر إنه يستعين بشيخ. هذا الشيخ معروف بالمنطقة بأبو سليمان. طبعا أبو سليمان كان معروف بقدرته على التعامل مع الشغلات الغريبة، الشغلات الخارقة للطبيعة، يعني مع الجن وغيره. فلما اجى الشيخ دخل للبيت، الشيخ بدا يحس بوجود طاقة سلبية قوية وبدا يحذر العائلة. فقرر الشيخ انه يسوي بعض الطقوس الخاصة به على مود يقدر يتعامل ويا هاي القوة ويطردها. فالشيخ بلش يفتر بالبيت ويسوي بعض الطقوس الخاصة به. فجأة ظهر كيان غامض على هيئة بشر، واللي واجهت العائلة والشيخ بكل قدرتها وعيشتهم بليلة من الرعب، خاصة بعد ما تزوج الابن من بنت اسمها دعاء. بعد ما تزوج هاي البنت الرعب والشغلات الغريبة بدأت تزداد بالبيت بشكل مو طبيعي. مثلا يسمعون أصوات غريبة وشغلات تتحرك من مكانها بدون أي تفسير. فقررت العائلة أنه تبحث عن تاريخ البيت ويسألون أهل المنطقة الجوارين عن تاريخ هذا البيت. والصدمة كانت بعد ما عرفوا أنه هذا البيت كان مسرح لأحداث مأساوية صايرة بالماضي. وبدأوا يشكون أنه احتمال كبير تكون هاي الأحداث اللي صايرة بالماضي مرتبطة بالأحداث اللي دا تصير هسه. وبدأ الرعب يزداد أكثر بعد ما دعاء زوجة الابن صارت تتصرف بتصرفات غريبة ومرعبة. وهذا هو الشيء اللي خلى العائلة تبدأ تتساءل عن حقيقة شخصيتها وشنو اللي دا يصير وياها. وأثناء كل هاي الأحداث ظهرت شخصية جديدة اسمها مروة. طبعا مروة كانت تعرف بكل اللي دا يصير بالبيت، وبدأت تحذر العائلة من خطر موجود بالبيت، تحذرهم بأنه أكو قوة خفية تحاول أنه تأذيهم بكل الطرق. وبدأ الرعب والشغلات الغريبة تزداد أكثر لما فجأة اختفى أحد أفراد العائلة في ظروف غامضة. وهذا الشيء اللي خلى العائلة تبدأ تبحث وتحاول انه تكشف الاسرار اللي تحيط بهذا البيت، واسرار دعاء زوجة ابنه. واثناء هذا كله كانت دعاء زوجة الابن الجديدة تسوي تصرفات غريبة. هذا الشيء اللي خلى العائلة تشك بيها اكثر. فاثناء ما كانت العائلة تبحث عن تاريخ البيت، الاب لقى مذكرات قديمة تكشف عن تاريخ مظلم لهذا البيت. اللي افتهموه من هاي المذكرات عرفوا انه هذا البيت كان مسكون بقوة شريرة، وهاي القوة تحاول انه تأذي العائلة بأي طريقة. فمرة ثانية قررت العائلة انه يستعينون شيخ من اهل المنطقة. هذا الشيخ معروف بقدرته على التعامل مع هيك شغلات. وصل الشيخ للبيت وبدأ يسوي الطقوس الخاصة به. واثناء ما كان الشيخ يفتر حوالي البيت عرف انه الخطر اللي موجود داخل هذا البيت اكبر مما كان يتوقع، بحيث هو بنفسه ما قدر له. وتستمر الظواهر الغريبة والشغلات المرعبة اللي دا تصير بالبيت. وهذا الشيء اللي زاد التوتر والرعب والخوف بين افراد العائله. بدت زينب اللي هي واحده من شخصيات القصه بدت تحس بانه اكو شيء غريب حواليها. بدت تلاحظ تصرفات غريبه من بنتها اللي اسمها درة. طبعا اللي ما كانت تعرفه انه بنتها درة كان متلبسها الجن. بعد فتره الجن تلبس زينب عن طريق بنتها درة، وفجاه تغيرت زينب، تغيرت كل تصرفاتها، تغيرت حركاتها. وهذا الشيء اللي زاد الرعب داخل العائله.
العائلة. فحاولوا العائلة انه يعالجون زينب بأي طريقة يطلعون الجن المتلبس به. فايضا استعانوا بالشيخ معروف بقدرته على التعامل ويا هيك شغلات. فبدأ الشيخ بجلسات الرقية الشرعية كان يحاول انه يتكلم مع الجن حتى يطلع من زينب. واثناء جلسات العلاج كانت تصير مواجهات مباشرة مع الجن والشيخ، وبدت تظهر قوة من زينب من الجن اللي متلبس بيها. كان يمنع العائلة والشيخ من معالجة زينب، وهذا هو الشيء اللي خلى المهمة تصعب أكثر.